قبل الفاصل تكلمنا عن تلخيص لدرسنا الماضي من حيث ما هو الروم وما هو الإشمام، وبينا ذلك، وبينا بأن الروم هو خفض الصوت عند النطق بالضم أو الكسرة، وأن الإشمام هو ضم الشفتين عقيبة أو عقيبة أو بعيدة، تسكين الحرف المضموم فقط المضموم. هل هذا الروم والإشمام كانت العرب تفعله بكل الكلمات أم إن هناك كلمات لم تكن العرب تفعل فيها روما ولا إشماما؟ الحقيقة أن الروم والإشمام يتناول أغلب الكلام العربي إلا بعض الأشياء ننبه عليها. وأعود فأقول أذكر إخواني الذين يسمعون كلامي أيها الإخوة، إن بحث الروم والإشمام بحث تكميلي يلزم طلاب تلاوة القرآن الذين يريدون التخصص. أما المسلم العادي فيستطيع أن يقرأ القرآن العظيم من الجلدة إلى الجلدة دون أن يروم أو يشم كلمة إلا كلمة ما لك لا تأمن على يوسف في سورة يوسف، فقط هذه الكلمة. أما بقية القرآن فيستطيع أن يقرأه من غير روم ولا إشمام، لكن القارئ المتخصص لابد أن يعلم ذلك. من الأمور التي لا يدخلها الروم ولا الإشمام في تلاوة القرآن العظيم 3 مسائل. المسألة الأولى هاء التأنيث التي كتبت هاء. نحن نعلم أن الكلام العربي إما كلام مذكر أو مؤنث. المؤنث آخره هاء يسميها العرب هاء التأنيث. نقول مثلا جنة، نعمة، فطرة، هذه الكلمات آخرها هاء التأنيث. هذه الهاء تلحقها العرب آخر الكلام للدلالة على تأنيث الكلمة. أغلب القبائل العربية إذا وصلت هذه الكلمات تصلها تاء، وإن وقفوا عليها هاء. فنقول مثلا فبما رحمة من الله لنت لهم، فإن وقفنا نقول فبما رحمة. في الوسط قلنا رحمة، تين تاء مكسورة، لكن لما وقفنا قلنا رحمة، ولم نقل فبما رحمة أو رحمة. لا نقول رحمة ولا نقول رحمة، بل نقول رحمة. وأقيموا الصلاة، في الوسط نقول الصلاة، فإن وقفنا نقول الصلاة. هكذا حكم هذه الكلمات. هذه هي هاء التأنيث. هل هاء التأنيث التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء يدخلها روم وإشمام؟ لا يدخلها روم وإشمام. إذن المسألة الأولى التي لا يدخلها الروم والإشمام هاء التأنيث المكتوبة هاء. لاحظوا أننا قلنا المكتوبة هاء حتى نخرج هاء التأنيث المكتوبة تاء سيأتي الكلام عليها بإذن الله من خلال اللوحات التعليمية، وأنه يدخلها الروم والإشمام. المسألة الثانية التي لا يدخلها الروم والإشمام، وكل ما أقوله الآن سأريكم إياه باللوحات بعد قليل. المسألة الثانية ميم الجمع على قراءة الصلة. ما معنى ميم الجمع على قراءة الصلة؟ في زمن النبوة أيها الإخوة عدد من القبائل العربية كان يضم ميم الجمع ويصلها بواو. يقول مثلا إنهم ذهبوا، إنهم ذهبوا. وكثير من القبائل العربية تخلت عن هذه الظاهرة فقالوا إنهم ذهبوا، سكنوا الميم وصلا فقالوا إيه؟ إنهم ذهبوا. الذين يقولون إنهم ذهبوا إذا وقفوا لا يقولون إنهم، بل يقولون إنهم بالإسكان هكذا. فهل هذه الإنهم في الوصل إذا وقف عليها يوقف عليها بالروم؟ يعني يقول إنهم أو إنهم؟ لا بالروم ولا بالإشمام. لا يدخل الروم ولا الإشمام ميم الجمع على قراءة الصلة. مثلا خذوا قوله تعالى
على قراءة الصلة، ويفعل هذا قالون عن نافع، يفعل هذا الإمام ابن كثير عبد الله بن كثير المكي، يفعل هذا الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، وهم ثلاثتهم يعني قالون راوي عن نافع، وابن كثير وأبو جعفر قارئان من القراء العشر، وقراءاتهم متواترة نقلناها بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد كثيرة جدا لا يحصيها العد. نعم. فيقرؤون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلى قراءة من يفعل ذلك، هل إذا وقفنا نقول صراط الذين أنعمت عليهم؟ لا نفعل. طيب عليهم أيضا لا نفعل. فلا يدخل الروم، لا يدخل الروم ولا الإشمام على ميم الجمع في قراءة من قرأها بصلة ميم الجمع بواو لفظية لا وجود لها في الخط، وإنما باللفظ فقط. هذه المسألة الثانية. إذن المسألة الأولى هاء التأنيث التي كتبت هاء. المسألة الثانية ميم الجمع على قراءة الصلة لا يدخلها الروم ولا الإشمام. المسألة الثالثة الحركة العارضة. نحن الأصل عندنا أن تكون الحركة للحرف، لكن أحيانا يكون الحرف الأصل فيه السكون، يحرك للتخلص من التقاء الساكنين، يحرك للتخلص من التقاء الساكنين. قال يقول قل، قل فعل أمر مبني على السكون، لكن لو جاء بعد قل ساكن فنضطر أن نكسر هذه اللام، لام قل، فنقول كما قال الله قل اللهم مالك الملك قولي. فهل كسرة اللام في قولي أصلية أم عارضة؟ عارضة. لما عرضت؟ للتخلص من التقاء الساكنين. لولا مجيء ساكن بعدها لقلت قل ولم أقل قولي، بدليل قوله تعالى قل هو الله أحد قل أعوذ، فلا نقول قولي أعوذ. انتبهنا كيف؟ إذن الأصل في فعل الأمر مثلا أن يكون مبنيا على السكون، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، فمضارعه يجزم بالسكون فيبنى هنا على السكون قل. فإن اضطررنا لكسره للتخلص من التقاء الساكنين نسمي هذه الحركة حركة إيه؟ حركة عارضة. إذن لا يدخل الروم والإشمام هاء التأنيث المكتوبة هاء، لا يدخل الروم والإشمام ميم الجمع على قراءة الصلة، لا يدخل الروم ولا الإشمام على الحركة العارضة. لو كان هناك حركة عارضة نقف بالسكون ولا نقف بالروم ولا بالإشمام. هذا الذي ذكرته من استثناء هذه الصور الثلاث من مبحث الروم والإشمام نراه على اللوحات التعليمية لهذه الحلقة. فنرى أمامنا على اللوحة ما لا يدخله الروم ولا الإشمام. قاعدة: لا يكون الروم ولا الإشمام في أولا هاء التأنيث المكتوبة هاء التأنيث المكتوبة هاء. لاحظوا القيد المكتوبة هاء، لماذا قيدناها بذلك؟ من أجل المكتوبة تاء، وسيأتي الحديث عنها. ميم الجمع على قراءة الصلة وشرحتها منذ قليل وسأعود إلى ذلك. الحركة العارضة يعني الحركة غير الأصلية التي تكون للتخلص من التقاء الساكنين. هذا على سبيل الإجمال، وتفصيل ذلك في اللوحات التالية.